السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ أحوالكم طيبة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم فتيت شطبة. بالنسبة للسيدة اللي كترضع، المرأة المرضع، راه ما شاء الله هاد الفتيت شطبة راه كدير ليها الحليب بكثرة ما شاء الله، وكتلاق حتى الناس اللي هكا في البرد، يعني دواء البرد بالنسبة للزكام، ورائعة بزاف. نتمنى انكم تجربوها. انا غادي تحضرها العدوزه ديالي او حماتي. صراحه كتصايبها غزاله، يعني بالدارجه ديالنا كتصرعها، يعني شي حاجه اللي هي بنينه ولذيذه. وغادي تحضر معكم حتى الدقيق اللي غادا ندوروا به هاد فتيت شطبه. ما شاء الله ما شاء الله، يعني كنز او تراث القديمه ديال الاكل الطبيعي ديال الناس ديال بكري. هنا ما شاء الله قدمنا فيها الطبيسيل. شوف البنات كتجي خاتره، كتجي بنينه، قد ما قويتو فيها الحليب كتجي غزاله بزاف. يعني حتى تجربوها وتذوقوها وتردوا عليا ان شاء الله. نتمنى منكم التعليق والبارطاج والمشاركه في القناه. نبداو على المقادير. بالنسبه للبنات، المكونات ديال هاد فتيت شطبه غادا نحضر معكم بسرعه. احتاجيت هنا، لان استعملت الطنجره ديال الضغط اللي هي كبيره، حبه وحبه صغيره وحبه كبيره ديال البصله، يعني جوج حبات، وحده كبيره وحده صغيره، طحنتهم في الهاشوار. ضفت معاهم نص كاس، بالنسبه للكاس ديال العنبه ديال الزيت البلديه مليحه، وشويه ديال الماء باش ما تحرقش لنا داك الزويسه. ممكن السيده تساوي ما بين الزيت البلديه وزيت الزيت الروميه. التوابل غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال السكينجبير ديال الابزار عفوا. وبالنسبه للسكينجبير البنات ما توفرش ليا اللي هو بودره او غبر المطحون، استعملت هذا اللي طري، حكيت غير واحد شويه طريف منه بالحكاكه اللي هي رقيقه. نتوما اللي استعملتوا سكينجبير العادي كتضيفوا معلقه كبيره ديال السكينجبير. كنديروا جوج معالق حتى المعلقه ديال المساخن على حسب الرغبه ديالكم. المساخن او كنسميو انا مساخن، يعني مطحونين على اليد اللي كنستعملوا في الرفيسه. كنضيفوا الماء. غادي ندير هنا كميه ديال الماء اللي غادي نطيب فيها العدس، الحلبه والفول. غادي نضيف هنا واحد نص كميه، والكميه ما تبقى غادي نضيفها في الاخير. بالنسبه القياس ديال العدس اللي هو بلدي، كاس ديال العنبه ديال العدس، نص كاس او ربع كاس ديال الحلبه اللي تكون بليه حتى هي منقيه مزيان، كنقيوهم لانهم فيهم الحجر، كنغسلوهم وكنرميوهم مباشره. كناخذ هنا الفول اللي كنحضروا به البصاره، دقيته في المهراس حتى هو غادي نستعملو. هنا انا شو البنات راه ضفت نص الكميه ديال الماء، غادي نزيد مقراش اخر ديال الماء، راه هو رديتو كيطيب، كنردو كيطيب. بالنسبه للحب برشاد البنات غادا نخليه حتى الاخير، وغادا نضيف معاه الحليب. هي هاد الفتيت شطبه كتبغي الحليب كميه اللي هي كثيره معقوله ديال الحليب، قد ما قادت كما كنزيدو الحليب باش تجينا بنينه. المهم حب برشاد، نص كاس ديال الحب برشاد هو اللي ضفت، خليته جانب. بالنسبه للفول هنا دقيته البنات، هرست الحبه ديال الفول باش ما تبقاش ليا صاينه، كان بحال كنهرسوا الفول هكا غير بشويه ديال المهراس، او كتدقوه اللي عندكم باش دقوا الفول ديالكم باش ما تجيش الحبه اللي هي باينه. صافي هنا عاودت وريتكم الحب برشاد. كنأكد عليكم كنخليوه حتى الاخير مع الحليب باش كنضيفوه، ما تضيفوش المره الاولى. غادا نضيف هنا الفول اللي انا دقيت معكم. هاد المكونات كاملين كنضيفوهم دفعه واحده، يعني ما كنخليهم حتى الاخير. صافي وكنسدوا الطنجره ديالنا. هذا هو الفول البنات، راني ديجا وريته لكم، وكنعاود ناكد لكم بانه كندقوا الحبه ديال الفوله او كنهرسوها باش ما تبقاش لينا صاينه. غادا نضيفها وغادا نسد هنا الطنجره. بالنسبه لاستعملت السيده طنجره اللي هي صغيره، كدير نص الكميه. هنا درت كاس ديال العدس اللي هو بلدي، ربع كاس ديال الحلبه، جيه نص كاس، نص كاس ديال الحب برشاد. صافي وغادي نسد على هاد المكونات. راه ذكرت معكم التوابل. اللي بغات تزيد البنات شويه معلقه صغيره ديال السمن كيبقى الاختيار ديالها، يعني حتى الحبه داك الحبه السوداء اللي بغات تزيدها حتى هي كتجي زوينه وكتعطي مذاق. صافي هنا غادي نسد الطنجره وغادي نخليها طيب. غادي نمر معكم باش نحضروا الدقيق. هانتوما البنات هنا غادي نفتلوا هذاك الدقيق اللي غادي نديرو في فتيت الشطبه. هنا العدوس هي اللي عاد تفتله، دارت الفرينه ودارت الدقيق ديال القمح الكامل، هي الفرينه. هانتوما
وهذا دقيق ديال القمح الكامل غنخلطوه بجوج، وهنا الماء. هانتوما انا غادي نوريكم. كديري الماء المره الاولى حتى هانتوما البنات تبعوا غير الطريقه، كتبقى ترش الماء غير بشويه حتى كتبدا يتكور ليه داك الدقيق. كاين اللي كيديرها حتى بالدقيق الفورس ياك ام حسن. اللي ما عندهاش الدقيق ديال القمح ودقيق الفارينه دير دقيق الابيض. هاد الفارينه البنات راه ماشي هي الفورس. هانتوما نقرب لكم الشهر باقي فيها النخال. هانتوما الشو محرشه صافي. كتبقى ترش الماء غير بشويه بشويه حتى كيتبرد ليها. واخا كتضغط عليه باش تفرزو ياك باش ما يبقاش مكركب يضغط. خليه رقاق هذاك الشيء. الله يعطيك صحيحتك. هداه هانتوما البنات اللي غلاده كتحل الشا. هي بغات دير داك الدقيق ديال الفورس ولكن قالت لي هذه هي اللي صحيه. صافي كتبقى تحل بحال هكا حتى تفرز الحبه على خصها على كبار. هانتوما البنات دابا راه هانتي وريهم حسن كي ولا ما شاء الله كي ولا الدقيق. هانتوما دابا غتغربلو في هاد الغربه ديال السلك باش تحيد منه الدقيق تفرز الحبه بوحدها والدقيق بوحدو. عرفتي راه كتجي زوينه تبسي تشربها ما تشبعوش منها خصوصا في هذا وقت البرد. هانتوما فكرني البنات هاد الدقيق الفوقاني في الزنين ديال الاركان. توريهم ديري يدك وريهم. هانت شوف شتي كيفاش كتولي الحبه هذه اللي غادي ندوروا بها في الشطمه. والدقيق اللي بقى اللي فرزت من هاد الحبه ديال الدقيق اللي فتلت ها هما شوفوا الحبه ديال الدقيق كيفاش ولاو الناس. صافي كتستمر بنفس الطريقه كدير لهم شويه الماء كيبقى حتى كيتكور داك الدقيق. هاك عبد الرحمن دك عبد الرحمن صافي باش ما تكورش ما تكورش. ها شويه الماء. شتي تبارك الله. وري ما دير في التفصيل ام حسن يزي وري لي. دعوا البنات معدوس يا انتم. لا وريني مزي بدك وريني. شوف ما شاء الله شتي كيفاش كيجي. الله يحفظك. اللي بانت لكم كبيره كتقسموا على جوج. عرفتي راه صعيب هاد الدقيق ديال القمح كيجي شويه صعيب على ياك على داك الدقيق ديال الفورس.
صافي علاش كتضغطي ليه بحال هكا باش تعزل الحبه باش ياك؟ مكور كيف خاصها تسرح كيف ديك. الله. دابا ترشي الماء ولا لا؟ لا صافي المره الاولى وعاوتاني وكتغربليه وتبقى غدا بنفس الطريقه ياك؟ نفرق دوك الغلاطات صافي. تبقى تحل فيهم البنات كامل البنات اللي غلطه كتحلها ومن بعد غادا تغربلها بهاد الغربال. ها هو شفتوا تغربلها به حتى كتعزلوا بحال هكا صافي. وهذاك الدقيق عاوتاني اللي غادي ينزل من الغربال غتبقى تستمر بنفس الطريقه. هانتوما البنات دابا غادا نطفي عليها. انا في الفول مع دقيت المهراز بحال هرست الفوله يعني باغي كطيب. وهذاك الدقيق ديال الفارين ديال القمح كيبغي شويه الوقت في الطياب. غادا نرميوه دابا. هنا درت لها غير نص طيبه والماء غادا نزيد الماء. غادا نحل عليه خليه هكا داير باش يبان ليهم احسن. هيا عاد تزيد الماء نقصوا عليها كديروا الماء غير في النص الاول وفي الاخر كتزيدوا الماء الكافي ديالها. انت دوري الماء باش يبان. نتوما العدس راه درتو بلدي باش تجي بنينه. هي قد ما حاجه كانت فيها البلديه كتجي بنينه. هذا ما سخونش. لا ما سخونش. بالنسبه للبنات الدقيق اللي انا شاركت معكم او شاركت معكم عدوزتي راه تحذف ليا المقطع يعني ما سجلتوش والله العظيم. الا كان واحد المقطع اللي هو غزال زوين وكدوي لكم وكتشرح معكم كنضيفوا الدقيق اللي حضرت معكم. راه رجعوا للنص ديال الفيديو غتلقاو الدقيق محضراه. كداك الدقيق اللي حنا كنفتلو هو اللي كنرميوه كامل. كنرميوه غير بشويه بشويه حنا كنحركو كنرميوه حنا كنحركو كنرميوه حنا كنحركو على حساب العبار ديال الطنجره ديالكم. يعني ما تضيفوش الدقيق اللي هو كثير. انا استعملت هنا طنجره اللي هي كبيره. هذاك الدقيق كنضيفوه بالتدريج وحنا كنضيفوه حنا كنحركو حتى كيبدا كيطيب لينا. راه غادا نوريكم البنات بعد ما كيطيب كنرجع لهذا الشكل ديالنا. هي حدا هي كطيب وكتعقد وكتبدل حتى اللون ديالها. شفتوا داك الدقيق اللي رمينا ليه كتعقد ما شاء الله وكتبدل اللون ديالها صافي. هنا كنحسوا بها بلا انها طابت حتى كطيب مزيان هذاك الدقيق والفول والعدس والحلبه. غادي نزيد لها الحليب ها هو ضفت عليه مليحه ولتر ونص ديال الحليب. قد ما عطيتوها الحليب في 6 شطبه قد ما كتجي بنينه. المهم هنا كدرنا حبه شاد وغنخليوه حتى كطلع فيه الغليه وغادي نرميوه مباشره في 6 شطبه بعد ما كطيب. غير ما تهدوش من التحركه البنات تهدوش من التحراك. مره كنحركوا في 6 شطبه ديالنا بهذا الشكل باش ما يلصقش لنا داك الدقيق في القاع ديال الطنجره. هانتوما البنات هنا غادي نرميو الحليب والحبار شاد. هي راه كتبغي الحليب والحبار شاد الحليب الا كنا نزيدو شويه الحليب ما تعقد. هي اصلا كتعقد بزاف. العقد ما ديرش الحليب كله. العقد في الحليب فين ما تعقد هي طيب وهي تعقد تزيدي في الحليب. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله. دابا بدات كطيب ياك كملات في الطياب محسن. خاصها تبقى طيب حتى تعقد وداك الحليب كامل درتيه. شو ما شاء الله دابا صافي قربت وجد باش ندفاو عليها. وريهم شو الحبار شاد ما شاء الله العدس داك الدقيق باش دورناها بها. هانتوما دول البرد شو ما شاء الله تبارك الله. وبالنسبه هنا الشكل النهائي ديال فتيت الشطبه ديالنا بعد ما وجدتها
امي الحسنيه الله يخلي لها صحه يطول الله في عمرها. هنا ما شاء الله جات كنينه، جات عاقده ما شاء الله ما شاء الله. هي غير البنات اللي عقدت لكم حطيتو بها في الثلاجه واحد الكميه بانت لكم عقادت واختارت بزاف. كنضيفوا لها الحليب ما شاء الله بصحتكم وراحتكم. غير تبعوا الطريقه وكل شيء البنات على طريقه ديال التفسير ديال الدقيق، غير كنضيفوه وما كنستمروا في التحريك. هي السر ديالها خاصكم تبقاو تحركوا فيها باش هذاك الدقيق ما يوصلش للقاع ديال الطنجره ويتحرق لينا. خليت لكم الراحله وصفه قادمه ان شاء الله.